السلام عليكم، معاكم محمد السلفي. في الفيديو ده هنبدأ في ورشة جديدة. الورشة دي هنعمل فيها إظهار للمنتج اللي احنا شايفينه قدامنا ده. المنتج ده هو مايك من إنتاج شركة هايبر إكس، والموديل بتاعه كوادكاست اس. علشان أبدأ إن أنا أجيب الصور بتاع الريفرنسز اللي أنا هشوف منها التفاصيل وهبدأ أشتغل عليها في بلندر، أنا رحت على الويب سايت بتاع الشركة ورحت على الموديل اللي انا عايز اشتغل عليه، وبدات ان انا اشوف الصور بتاعي. طبعا في صور كتير زي ما احنا شايفين، زي الفرونت فيو اللي كانت فوق والسايد فيو والباك فيو، وعندي صور من زوايا مختلفه، وعندي كلوز اب شوتس تقدر ان هي تبين لي تفاصيل اكتر في الموديل بتاعي. الصور دي انا علشان ابدا ان انا اعمل بيها ريفرنس بورد، انا استخدمت برنامج اسمه بيور ريف. انت دلوقتي لو بدات ان انت تدوس رايت كليك على الصوره دي مثلا وتقول له سيف ايمج از، هتلاقيه بيعمل لك سيف للصوره بالاكستنشن اللي هو الويب بي، اللي هو الويب بيكتشر فايل ده. وانا ما كنتش عايز كده، انا عايز الصور عندي تكون جي بيج او بي ان جي. فبالتالي انا مثلا لو عايز صوره زي دي، دوست رايت كليك وقلت له اوبن ايمج ان نيو تاب، ففتحها لي بالفور ريزوليوشن بتاعها. رايت كليك وقلت له كوبي ايمج، ورحت على البيور ريف بتاعي وبدات ان انا اقول له كنترول في او رايت كليك، وممكن تقول له بيست من هنا، فهو عمل لي بيست للصوره بتاعي في الكانفاس بتاع البيور ريف. احنا طبعا اتكلمنا على البيور ريف في الورشه اللي فاتت، وقلنا ان هو برنامج مجاني بتقدر ان انت تجمع فيه الصور بتاع الريفرنسز بتاعك بدل ما تقعد تعمل الريفرنس بورد بتاعك على الفوتوشوب يعني. طيب، انا عملت الموضوع ده في كل الصور اللي موجوده على الويب سايت كلها، خدتها كوبي وعملت لها بيست هنا ورتبتها طبعا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبعد كده انا محتاج اطلع الفرونت والباك والسايد فيو علشان دول اللي انا عايز ادخلهم في بلندر وابدا ان انا اشتغل عليهم. فبكل بساطه جيت مثلا انا عايز الصوره دي اطلعها، فانا عملت لها سيلكت، رايت كليك وقلت له سيف اكسبورت سيلكتد ايمجز، ففتح لي الويندو دي وفيها بقدر ان انا احدد السيف لوكيشن اللي هو المكان اللي انا عايز اعمل فيه سيف للصوره بتاعي. الفورميت اذا كنت عايزها بي ان جي او جي بيج او بي ام بي، او الاوريجينال اللي هي كانت معمول لها بيست بي. انا بفضل بي ان جي فاخترت البي ان جي، وفي عندي النيمنج تحت بقدر ان انا اسمي الصوره اللي انا بعمل لها اكسبورت دي زي ما انا عايز، وبعد كده بدوس اكسبورت فهو هيعمل لي اكسبورت او هيعمل لي سيف للصوره بتاعي دي في المسار اللي انا حددته له فوق. انا طبعا عملت الموضوع ده قبل كده فانا مش محتاج اعمله تاني. وانا كده كده هحط لك في الديسكريبشن الصور اللي هي بتاع الباك والفرونت والسايد، وهحط لك الفايل بتاع البيور ريف ده بحيث ان انت لو حابب تنزلهم وتبدا تشتغل على طول. ولكن انا حبيت اقول لك انا ازاي جبت الصور بتاع الريفرنسز دي. انا طبعا مش محتاج ده دلوقتي، تعالى نوديه هناك كده. وعايزين نبدأ نشتغل في بلندر، بس الأول أنا عايز أقول لك على حاجة. لما تيجي تعمل موديلنج لأي حاجة في الدنيا، وليكن مثلا تعالى ناخد المايك اللي احنا هنشتغل عليه ده كمثال، ما تبصش للمايك ده على إنه حتة واحدة، لأن أنت لو بصيت له بالشكل ده هتحس إن الدنيا معقدة جدا. ولكن هو في الواقع أصلا في الحقيقة المايك ده ما بيبقاش حتة واحدة. أنت المايك ده مثلا القطعة بتاعت القاعدة اللي هي السلندر اللي طالع منها الدراع ده، دي قطعة لوحدها، واضح ان هي في مسمار هنا رابطها بالاجزاء اللي موجوده هنا ماسكه في المايك، فالاجزاء دي كل جزء معمول لوحده. وبعد كده عندي الجزء اللي هو بتاع المايك. حتى المايك ده نفسه لما تيجي تبص عليه هتلاقي مثلا ان انت عندك هنا سيم او حاجه شبه بيفل صغير كده، فده معناها ان انت ممكن تبدا ان انت تعمل الجزء اللي فوق ده لوحده، وبقيه الجسم بتاع المايك لوحده. وتحت هنا الجزء بتاع الفوليوم اللي هو بتعلي وتوطي منه الصوت ده برضو واضح ان هو معمول لوحده. طيب، دي كده اول حاجه لازم تبدا ان انت تبص، او اول طريقه لازم ان انت تبدا تبص بيها على الموديلز اللي انت عايز تبدا ان انت تشتغل عليها. تاني حاجه لما تلاقي باترن زي ده، يعني منظر زي اللي انت شايفه قدامك ده، انت لازم تشوف اصغر وحدة الباترن ده بيتكرر فيها. يعني انت لو ركزت هنا هتلاقي اصلا ان كل ده عبارة عن تيوب، او تعال نقول سلندر. السلندر دي ليها 6 جوانب، 1 2 3 4 5 6. ولو استخدمت array modifier هتبدأ ان انت ترصهم جنب بعض. طب لو انت بعد ما رصيتهم جنب بعض ورصيتهم فوق بعض بالشكل ده، بدأت تستخدم او تحط عليهم ديفورم بند 360 درجة، هتبدأ ان انت تكون الايه الشكل بتاعك اللي هو شكل السلندر بتاع المايك. فدايما دور على اصغر وحدة ممكن تبدأ ان انت تشتغل عليها لما تلاقي باترن زي ده. يبقى انت دلوقتي عندك حاجتين، بتبدأ ان انت تشوف المايك ده كام قطعة،
كل قطعة بتبدأ ان انت تعمل لها موديل بشكل منفصل وبيركبوا على بعض في الاخر. بعد كده لما بتلاقي باترن زي ده بتبدأ تشوف اصغر وحدة ممكن تبدأ ان انت تشتغل عليها وتبدأ تشتغل. طيب انا ممكن اودي ده كده الناحية التانية، وتعالى بقى نبدأ ان احنا نشتغل في بلندر. عشان ابدا اشتغل في بلندر، اول حاجه انا همسك كل حاجه بحرف الاي وادوس اكس واقول له اعمل لي ديليت. انا مش عايز اي حاجه من الكلام ده دلوقتي، وعايز ابدا ادخل الريفرنسز بتاعي. فهقول له شيفت اي وهقول له نزل لي ايمج ريفرنس، وهروح على المكان اللي انا عملت فيه سيف للصور بتاع الريفرنس بتاعي. تعال ندخل مثلا اول حاجه اللي هو الباك ده. طبعا هو باي ديفولت الايمج ريفرنس بيخش مواجه للاتجاه اللي انت باصص منه في الفيو بورت، فبالتالي وانا ماسكه كده هدوس الت ار. فانا كده عملت ريست او كلير للروتيشن بتاعي. وممكن ابدا ان انا اقول له ار اكس 90، وممكن ادوس اف 2 وابدا ان انا اسميه مثلا ريف اندرسكور باك علشان ابقى عارف ان ده الريفرنس بتاع الباك سايد بتاعي. طبعا انا مش عايز اشوف الباك سايد ده وانا واقف من الفرونت، انا عايز اشوفه من الباك بس. فانا لو رحت هنا للاوبجكت داتا هتلاقي فيه ديبث وسايد. انا ممكن اقول له انا عايزك تظهره لي من الباك بس، فبالتالي لو انا باصص من الفرونت مش هقدر اشوف حاجه او مش هشوف حاجه، ولكن لو انا باصص من الباك هبقى شايف الموديل بتاعي بشكل كويس. ممكن ابدا ان انا اقول له بقى جي زد وابدا ان انا ارفعه واحطه يعني في مكانه مظبوط رفلي، يعني حاجه بالشكل ده كده. وممكن ابدا ان انا اقول له جي واي ورجعه لي سالب 250 مثلا ورا كده، او خليه مثلا سالب 300، يعني ارجعه ورا كده اي حاجه بحيث ان هو ما يبقاش في النص عندي. بعد كده هبدا ادوس شيفت اي وانزل الريفرنس التاني، هقول له نزل لي الفرونت فيو، نفس الكلام الت ار ار اكس 90. وهنا هبدا ان انا اقول له انا عايز اشوفه من الفرونت بس، فانا لو باصص كده من الباك هبقى شايف الباك بس، والريفرنس بتاع الفرونت مش هيكون مضايقني. ولو باصص من الفرونت فيو هبقى شايف الريفرنس بتاع الفرونت بس. هبدا برضو ان انا اقول له جي زد ارفعه لي لفوق. طبعا انا دلوقتي عندي مشكله، ممكن ابدا ان انا اقول له جي واي واقول له 300 رجعه لي كده، وهتلاقي ان انا مش شايف الخط بتاع الاكس اكسس عندي هنا. فممكن ابدا ان انا افعل الاوباسيتي بالشكل ده واقول له مثلا خليها لي 0.5، فكده هبدا ان انا اشوف الخط بتاعي. او ممكن اقلله اكتر كمان يعني لغايه ما ابدا اشوفه بشكل واضح. وبعد كده هبدا ان انا اقول له جي زد، هو تقريبا في مكانه مظبوط يعني، فانا هسيبه كده. وممكن ابدا ان انا اخلي الاوباسيتي دي 0.5. وممكن الباك فيو ده برضو ابدا ان انا اخلي الاوباسيتي بتاعه تبقى 0.5 بالشكل ده كده. فاضل لي الريفرنس بتاع السايد فيو، فانا هقول له شيفت اي ايمج ريفرنس وهقول له نزل لي السايد فيو الت ار. طبعا انا نسيت اسمي اللي هو الفرونت فيو بتاعي، فهبدا ان انا ادوس اف 2 وهقول له ريف اندرسكور فرونت علشان ابقى عارفه. بعد كده السايد فيو هبدا ان انا اقول له ار اكس 90 ار زد 90 علشان ده السايد فيو بتاعي. وهبدا وانا باصص من السايد فيو بالشكل ده هقول له جي زد وابدا ان انا ارفعه لفوق. طبعا برضو محتاج الاوباسيتي بتاعي، ممكن اخليها 0.2 مثلا بالشكل ده، وابدا ان انا اقول له جي زد وابدا ان انا اظبط مكانه رفلي كده على الجريد بتاعي، يعني حاجه بالشكل ده كده. ممكن بقى ابدا ان انا اقول له خلي لي الاوباسيتي دي تبقى 0.5 واف 2 وهسمي ده ريف اندرسكور سايد كده. لو انا بصيت عليهم هم كلهم الاوباسيتي بتاعهم 0.5 واتسموا بالاسامي المظبوطه. ممكن امسك كل حاجه كده واقول له ام واقول له حط لي الكلام ده في نيو كولكشن واسميها ريفس مثلا، اختصار ريفرنسز. وانا عايز اجي من فوق هنا وابدا ان انا افعل التوجل بتاع السلكشن ده، وبحب برضه افعل اللي هو الديسيبل ان فيو بورت ده. وانا مش عايز احرك ولا امسك الريفرنسز بتاعي دي، فهبدا ان انا اقول له خليهم لي او ديسيبل سيلكشن من هنا عن طريق ان انا بلغي التفعيل بتاع السيلكشن توجل اللي هنا ده. جميل قوي. دلوقتي بقى انا عايز ابدا ان انا اشتغل. احنا قلنا ان احنا هنقسم الموديل بتاعنا لقطع وهنبدا نشتغل عليهم قطعه قطعه. فاول حاجه انا عايز اشتغل عليها هو الجزء ده. الجزء ده لو انت جيت تحلله هتلاقي ان هو سلندر ارتفاعها بسيط، والسلندر دي طالع منها الهاندل اللي موجود عندي ورا هنا دي. جميل قوي. انا كده عايز اعمل ايه؟ عايز ابدا ان انا انزل سلندر وعايز اعمل حسابي
ان انا يكون عندي ايدج هنا وايدج هنا لما اجي ابص للسايدز بتاعي. يعني تعالى كده نشوف هنعمل الموضوع ده ازاي. انا هبدا ان انا ممكن اخفي الباك فيو ده لان انا مش هشتغل عليه دلوقتي خالص، بحيث ان انا ابقى شايف بشكل احسن كده. وهبدا ان انا اقول له شيفت A ونزل لي مش سيلندر. هروح ابص من الفرونت فيو ومش عايز احرك السلندر دي من مكانها ولا اعمل اي حاجه، علشان انا عايز استخدم القائمه اللي موجوده هنا دي. فانا هبدا اول حاجه اعملها، انا عايز اظبط الدايمنشنز او النسب بتاعي. فانا عايز السلندر دي ممكن ادوس F4 بحيث الايدجات عندي تكون باينه. فهبدا ان انا اروح للراديوس وادوس شيفت وابدا ان انا اصغر حجم السلندر، يعني حاجه بالشكل ده. ممكن 85.5 يبقى مناسب، وانا طبعا شغال بالسنتي. طيب الفيرتسيز انا بالنسبه لي 32 مناسب. ليه؟ لان انا زي ما انت شايف كده، انا الهاندل بتاعي او الدراع اللي طالع من السلندر انا عندي هنا ايدج، وعندي الناحيه الثانيه ايدج تقريبا في مكانها مظبوط. طبعا لو ما كانش مكانها مظبوط كنت ممكن ابدا ان انا اغير في عدد الفيرتسيز بتاعي لغايه اما اوصل للوضع اللي انا شايفه مناسب اكتر. يعني ممكن لو انت حاسس انه 34 احسن، ولكن انا هسيبه 32، ما عنديش مشكله يعني. جميل قوي. كده انا اول حاجه عملتها ان انا نزلت السلندر بتاعي. انا هسيب الدبث اللي هو الارتفاع بتاعها زي ما هو بالشكل ده، لان انا عايز ابدا اروح للايديت مود، وانا عارف ان هي 2 متر والاوريجن بتاعي في النص. فهقول له جي زد 100، فانا رفعتها متر لفوق، فالاوريجن بوينت بتاعي بقت على الارض بالظبط. هخرج بره الايديت مود، وممكن من الفرونت فيو ابدا ان انا اقول له وانا دايس شيفت كده نزل لي الدايمنشن بتاع الزد، واحاول اشوف حاجه مناسبه. ممكن اخليه 10 سنتي بالشكل ده. لو بصيت من السايد فيو هتلاقي ان انا لسه عندي ارتفاع لفوق شويه، بس لو دوست الت زد هتلاقي ان انا في عندي تحت زي اللي هي حته الكاوتشه او الرجل اللي هي بتخلي المايك يثبت في مكانه وما يتزحلقش يعني. فانا ممكن ابدا ان انا اقول له كنترول A واقول له ابلاي سكيل. انا السكيل بالنسبه لي كده مظبوط، وهقول له جي زد 1 ارفعه لي مثلا سنتي لفوق حاجه بالشكل ده. فتقريبا الدايمنشن بتاعي بقى مظبوط. طبعا هو واضح ان هو هنا هتحس ان في اختلاف، بس مش هنشغل بالنا. احنا بالنسبه للسكيل بتاع السلندر العرض بتاعها هنبدا ان احنا نشتغل على الريفرنس بتاع الفرونت فيو. جميل قوي. بعد كده هبدا ان انا اقول له شيفت دي خد لي منها دوبليكيت، وهقول له نزلها لي بقى على الزد بصفر تاني، وخلي لي الدايمنشن بتاعها على الزد بواحد. وهبدا ان انا ادوس اس شيفت زد عشان انا عايز اعمل سكيل على الاكس والواي بس، وابدا ان انا اصغر السلندر اللي تحت دي شويه كده. اعتقد ان كده حاجه مناسبه. ممكن اخليها مثلا تكون 164 بالظبط. هاجي هنا كده واقول له 164، فانا كده وصلت للسكيل اللي انا محتاجه. جميل قوي. اعتقد ان انا ممكن امسك الريفرنس بتاع السايد ده، وتعالى نحركه على الاكس كده شويه، جي اكس 300 بالسالب عشان انا عايزه يبقى هنا يعني، لان ده الاتجاه المظبوط بتاعه، بحيث ان هو ما يبقاش في نص الموديل بتاعي. لان هو لو في نص الموديل زي ما انت شايف يعني ممكن يبقى في حاجه مش واضحه كده لو انت باصص كده مثلا. فيعني هنحركه كده بعيد شويه بحيث ان الموديل بتاعي هنا يبقى فاضي. جميل قوي. احنا قلنا واحنا بنعمل السلندر دي ان احنا خلينا الايدجين اللي في النص هنا اللي هي الايدج دي والايدج دي يبقوا بمحاذاه الايه، الهاندل اللي موجود عندي او الدراع اللي طالع من هنا ده. فبالتالي انا دلوقتي عايز ابدا ان انا استخدمهم. هروح للايديت مود. طبعا ممكن ابدا ان انا امسك الفيس اللي فوق والفيس اللي تحت، وابدا ان انا اقول له اي مثلا علشان اعمل انست حاجه بالشكل ده. ممكن اقول له خليه الانست ده مثلا 15، وادوس اي تاني اعمل انست، وهقول له ام كولابس علشان يبدا يظبط لي الفيسز بتاع السلندر بتاعي. ممكن اعمل نفس الكلام ده من هنا الت زد، وهمسك الفيس اللي فوق والفيس اللي تحت، وابدا ان انا اقول له انست. يعني ممكن اخلي الانست هنا يكون 10 مثلا او 15 برضو مش هتفرق. بعد كده اي انست تاني ام كولابس بالشكل ده. بعد كده بقى هبدأ ان انا اجي هنا واقول له امسك لي الموديل ده، وهروح هنا على الفيس ده والفيس ده، وهبدأ وانا باصص من السايد فيو هقول له اي
اعمل لي اكسترود، وهحدد له الواي عشان انا عايز احركه على الواي بالظبط، يعني حاجه بالشكل ده. ممكن اقول له مثلا خليها لي بقيمه 5، وبعد كده اس واي 0 علشان انا عايزه يبقى ستريت لاين، يعني حاجه بالشكل ده كده. ممكن اقول له جي واي وابدا ان انا سناب، ولكن شيفت كنترول شيفت تاب علشان ابدا ان انا افتح السنابنج منيو بتاعي. ودايما انا بحب الفيرتكس شيفت الايدج سنتر، لان دول اكتر اتنين دايما بستخدمهم في السنابات. وهخلي السناب بيس بتاعي تكون ميديان، وهبدا ان انا اقول له جي واي، وهبدا ان انا سناب هنا جي واي تاني، وهبدا ان انا اقول له 5 سم كده بالشكل ده. بعد كده هبدا ان انا اقول له بي عشان اعمل سيبريت سيلكشن. فبالتالي انا دلوقتي بقى عندي اتنين موديلز، الموديل ده اللي هو بتاع السلندر، والموديل ده اللي هو كان الكاب اللي قافل لي الجزء ده هنا. انا ليه عملت كده؟ علشان انا عايز ابدا ان انا ارسم كيرف، وهبدا ان انا اعمل اكسترود للجزء ده او للموديل ده على الكيرف بتاعي. فانا ممكن ابدا اروح ابص من السايد فيو كده، وهبدا اقول له طبعا وانا بره الايديت مود، هبدا اقول له شيفت A، وهقول له نزل لي كيرف. الكيرف ده ممكن يكون سيركل بالشكل ده. هروح للالاينمنت، او ممكن اعمل له روتيشن 90 درجه على الواي، حاجه بالشكل ده كده. وهبدا بقى ان انا احركه على الواي شويه كده، وهبدا ان انا احركه على الزد شويه، يعني احاول اظبط مكانه مظبوط. وهبدا ان انا اروح للراديوس بتاعي، ادوس شيفت وابدا ان انا اقلل الراديوس لغايه اما اوصل لحاجه الى حد ما مناسبه. ممكن ابدا ان انا اطلعه على الزد لفوق شويه يعني، وممكن ابدا ان انا احركه على الواي برضو شويه، يعني حاجه بالشكل ده كده. ولو احتاجنا نغيره هنبقى نغيره. هروح للايديت مود، وانا عايز امسح بقى كل السيجمنتس اللي موجوده هنا دي. انا عايز بس الجزء اللي هو ما بين الاثنين فيرتكس دول هو اللي يبقى موجود. لو انت جيت دلوقتي مثلا مسكت الاثنين فيرتكس دول وقلت له اكس ديليت فيرتسيز، فهتلاقي ان انت عندك مشكله. لو قلت له اكس وديليت سيجمنتس هيمسح لك السيجمنت، ولكن هتلاقي برضو ان انت عندك مشكله. علشان المشكله دي تتعالج انا همسك كل الفيرتسيز بتاعي، وممكن تدوس رايت كليك وهتلاقي سيت هاندل تايب او الاختصار بتاعها في، فانا هدوس في واقول له خليهم لي فري. فبالتالي لو انا بدات بقى ان انا امسك كل الكلام ده كده، وهدوس اكس واقول له امسح لي السيجمنتس، هتلاقيه مسح لك السيجمنتس وساب لك الكيرف بنفس الشكل بتاعه. همسك الفيرتسيز دول وادوس اكس واقول له امسح لي السيجمنتس، وطبعا الفيرتكس دي انا مش عايزها فاقول له امسحها لي. فدلوقتي انا بقى عندي الايه، شكل الكيرف بتاعي ده بس. جميل قوي. دلوقتي عايز اعمل ايه بقى؟ ممكن ابدا ان انا اقول له جي زد، ولو دوست بي بيفعل لك حاجه اسمها البيز بوينت سنابنج. يعني انا ممكن اجي اكليك على الفيرتكس اللي هنا دي، واقول له انا عايزك تعمل لي ليها سناب على الايدج سنتر اللي موجوده هنا دي. فبالتالي الكيرف بتاعي ده بقى بالظبط في نص الايه، الايدج اللي هنا. هروح للايديت مود بقى، وممكن امسك الفيرتكس دي واقول له اي واي، وانا عايز اسنابها برضو تكون هنا كده، وامسك الفيرتكس اللي فوق دي واقول له اي زد، وهبدا ان انا ارفعها لفوق حاجه بالشكل ده كده. مثلا ممكن اقول له خليها لي 125، يعني ممكن تكون حاجه مناسبه كده. وكده انا بقى عندي الكيرف اللي انا هستخدمه علشان اعمل اكسترود. ولكن زي ما احنا عرفنا في الورشه اللي فاتت، انا مش عايز يكون في ايدجات في النص هنا. فانا عايز اخلي الفيرتكس دي الهاندلز بتاعها فيكتور، والفيرتكس دي الهاندل الناحيه فيكتور بس. يعني تعال نسيبها دلوقتي علشان اوريك انا ليه هعمل كده برضو، لو انت ما شفتش الورشه اللي فاتت. بس انت لو ما شفتهاش ففايتك كتير. طيب انا عايز اعمل اكسترود للجزء ده على الكيرف ده. هبدا ان انا الاول هحول الجزء بتاعي ده او الشيب بتاعي ده هحوله لكيرف، فهدوس رايت كليك وهقول له كونفيرت تو كيرف، فهو حوله لي الكيرف بالشكل ده كده. ممكن بعد كده بقى ابدا ان انا امسك الكيرف اللي انا رسمته، ومن الكيرف داتا اللي هي الاوبجكت داتا بتاعي هروح للجيومتري وهقول له في البيفل انا عايز اختار اوبجكت، وبالاي دروبر دي ممكن ابدا ان انا اروح اختار الايه، الكيرف اللي موجود هنا بالشكل ده. بس طبعا انا دلوقتي عندي كذا مشكله. اول مشكله ان هو مش ماشي على الكيرف بتاعي بالظبط. تاني مشكله ان هو ده مش عامل لي اللي انا عايزه. طيب ليه المشاكل دي حاصله؟ لو انا رحت هنا وبدات ان انا امسك الكيرف بتاعي،
ممكن ابدا ان انا اختاره من هنا كده جي واحركه. هبدا ان انا اقول له اول حاجه الاوريجين بوينت بتاعي انا عايزها تكون في النص. لو دوست رايت كليك وقلت له سيت اوريجين تو جيومتري هتلاقي ان المشكله بتاع اللوكيشن اتحلت. تعالى بقى ناخد الكيرف بتاعنا ده جي اكس، نبدا ان احنا نحركه كده. بعد كده هبدا ان انا اقول له ار اكس 90 عشان يبقى باصص لفوق، وهبدا ان انا اقول له كنترول اي وهقول له ابلاي روتيشن. فهتلاقي تاني مشكله اتحلت اللي هو السمك بتاعي بقى مظبوط. طيب دلوقتي انا عايز الف الشيب بتاعي ده، فمن جوه الايديت مود هبدا ان انا امسك الشيب بتاعي كله كده، والسنابنج او الترانسفورم بيفوت بوينت بتاعي ميديم بوينت يعني من النص، هبدا ان انا اقول له ار زد 90. فهتلاقي ان هو عمل لي ايه، حل لي المشكله بتاعي والشيب بقى معمول له اكسترود بشكل مظبوط. طيب زي ما انت شايف انا دلوقتي المشكله اللي انا بقى كنت بكلمك فيها من شويه هو المنظر ده، في هنا ادجاك كتير قوي انا مش عايزها. انا اول حاجه عايز ابدا ان انا اقلل الريزوليوشن بريفيو، فانا هبدا ان انا اقلله كده لغايه اما اوصل لحاجه مناسبه. وما تنساش ان احنا كده كده هنحط سب ديفيجن سيرفيس موديفاير في الاخر، فعادي لو انت عندك اللي هو الجاجد ايدجز او الايدجات اللي واضحه في الكيرف دي. بعد كده هروح للايديت مود. اول حاجه انا الفيرتكس اللي هنا دي هدوس في واقول له خلي لي الهاندلز بتاعها فيكتور، فهو شال لي مجموعه من الادجات اللي ملهاش لازمه. بعد كده همسك الفيرتكس دي وهمسك الهاندل دي لوحدها واقول له في خليها لي فيكتور. فزي ما انت شايف التوبولوجي بتاعك بقى نضيف بالشكل ده كده. بعد كده هبدا ان انا بقى اعمل نفس الكلام، الادجات اللي فوق دي انا مش محتاجها، فهمسك الفيرتكس دي شيفت، همسك الفيرتكس دي وهبدا ان انا اقول له امسك لي كل الكلام ده لغايه الهاندل اللي فوق بتاع الفيرتكس دي واقول له في فيكتور. فدلوقتي الموديل بتاعي بقى كلين. السواد ده لو مضايقك ممكن تبدا ان انت تدوس رايت كليك وتبدا ان انت تقول له شيت فلات يعني مؤقتا لغايه اما نبدا ان احنا يعني نشوف هنعمل ايه. طيب جميل قوي، تعالى بقى نبدا ان احنا نعمل سيف للبروجكت بتاعنا علشان يعني لو حصل كراش او حصل اي حاجه يبقى الفايل بتاعنا متسيف. ممكن مثلا اسميه مايك سي جي اي مثلا، وهبدا ان انا اقول له سيف بلندر فايل. جميل قوي. انا دلوقتي بقى عندي ايه، بقى عندي اللي هو الجزء ده والجزء ده. طبعا انا ممكن دلوقتي اقوم جاي محول الكتله بتاعنا دي لمش وابدا ان انا اعمل لها ميرج او جوين مع الكلام ده ويبقى كله حته واحده، وابدا ان انا اعمل ميرج للفيرتسيز اللي موجوده هنا. بس انا قبل ما اعمل كده انا عايز الاول ابدا ان انا اظبط شويه تفاصيل هنا. لو احنا بصينا على البيور ريف بتاعنا هتلاقي ان انت من الباك فيو هتلاقي عندك الجزء ده هو عباره اصلا في عندك سلندر فوق. لو انت بصيت من السايد هنا في عندي الجزء ده وهو طالع كده، انا عندي هنا سلندر، فدي اول حاجه عايزين نضيفها. بعد كده ممكن نستخدم مثلا بوليان في ان احنا نقطع الجزء ده، فيبقى في الاخر الشيب بتاعي ده هيكون الموديلنج بتاعه خلص. وفي برضو تفصيله ممكن نبقى نضيفها اللي هي الايه، الشكل اللي حاصل هنا عندنا ده. جميل قوي، تعالى ناخد الكلام ده الشاشه الثانيه. طبعا لو رحت بصيت من السايد فيو لو دوست الت زد يعني هو في الريفرنس الجزء ده عريض من هنا ومن فوق بيبدا ان هو السكيل بتاعه يقل. ممكن نعدل الكلام ده او ممكن نطنشه يعني مش عارف. طيب تعالى كده نبدا نسمي الحاجات بتاعنا. يعني انا ممكن ابدا ان انا اقول له الجزء اللي تحت ده ممكن اسميه F2 مثلا، واقول له مايك اندرسكور ليجز مثلا او ليج علشان دي الرجل بتاعي، او ممكن اخليها بيز ليج، بيز اندرسكور ليج، كنترول سي كده. بعد كده همسك ده F2 وهسميها مايك اندرسكور بيز. بعد كده الموديل ده هبدأ ان انا ادوس F2 وهسميه مايك اندرسكور بيز اندرسكور هاندل مثلا، بحيث ان هو يبقى مسمي لي كل الحاجات دي مايك اندرسكور بيز والتفاصيل بتاعها، فالثلاثه يبقوا ظاهرين لي ورا بعض كده. طيب جميل قوي. عايز ابدا ان انا اعمل ايه بقى، انا ممكن اخد شيفت دي من ده. طبعا السلندر دي اللي هي فيها الشيب اللي انا كنت عامل له اكسترود،
فممكن ادوس F2 كده واقول له اندرسكور بدل ليج اسميها برضو هاندل، وهقول له اندرسكور كيرف او بروفايل، يعني حسب ما انت عايزها. ممكن اقول له بروفايل بالشكل ده كده. وممكن ابدا ان انا اعمل له ديسيبل من الفيو بورت، انا مش عايزه دلوقتي. هبدا بقى ان انا ممكن اخد من ده دبليكيت، اخد منه كوبي، شيفت دي بالشكل ده، بحيث ان هو ممكن اسميه بدل ما هو هاندل 001 اقول له هاندل اندرسكور، او ممكن اروح للهوم هنا واقول له تم اندرسكور، لان ده الباك اب بتاعي. ممكن برضو اعمل له ديسيبل من الفيو بورت، وهبدا ان انا امسك الموديل بتاعي ده واقول له رايت كليك كونفيرت تو مش. فدلوقتي ده بقى عندي مش. لو رحت للإيديت مود هتلاقي ان انا عندي الفيرتسيز وعندي الفيسز واقدر اتحكم فيه بالشكل ده كده. جميل قوي. ممكن بقى تروح للسايد فيو بتاعك، ولو انا دوست الت زد قلنا احنا ممكن نكون عايزين نقلل السكيل ده شويه. طيب تعالى نقلله. همسك الفيسز اللي موجوده عندي هنا دي بالشكل ده، وممكن اروح للسايد فيو وهفعل البروبورشنال اديتنج بحرف الاو، او ممكن تطلع تدوس عليها من فوق هنا، وهقول له الكونكتد اونلي علشان انا عايزه ياثر لي في الايدجات او الفيرتسيز اللي هي كونكتد بالحاجات اللي انا عامل لها سيلكت. وممكن بقى ابدا ان انا اقول له انا عايزك تعمل لي سكيل على الواي، وابدا ان انا اصغر كده، بس ممكن اقلل المنطقه اللي بيحصل فيها التاثير بتاعي، يعني حاجه بالشكل ده. ممكن ادوس رايت كليك واعمل زوم ان شويه، اس واي بالشكل ده. انا اهم حاجه عندي ان هو ما يحركليش الجزء اللي هو هنا ده من مكانه، فانا هقول له اس واي والبروبورشنال اديتنج متفعل، وابدا ان انا اعمل حاجه كده مثلا ممكن تكون مناسبه ليا انا كده بالظبط، ماشي على الريفرنس. يعني انا مش عارف انت ممكن تلاحظ ده في الفيديو هنا ولا لا، بس هو واضح ان هو هنا في سمك، والسمك ده بيبدا ان هو يقل، وطبعا هو ثابت في الجزء ده وهو طالع فوق هنا. جميل قوي. انا مش عايز اصغره قوي كده، فانا هبدا ان انا اقول له اس واي تاني، يعني ممكن اقول له 0.93 مثلا كفايه. اعتقد ان كده ممكن تكون كفايه قوي، مناسب بالنسبه لي، وهو مظبوط هنا كده. جميل قوي. هخرج بره الايديت مود دلوقتي. بقى انا عايز اعمل ايه؟ عايز ابدا ان انا اضيف سلندر فوق هنا. ممكن اروح للايديت مود واروح للفيرتسيز وامسك الاثنين فيرتكس اللي في النص دول واقول له شيفت اس كارسر تو سيلكتد عشان يحط لي الكارسر عندي هنا. وهروح للسايد فيو بره الايديت مود طبعا، وهبدا ان انا اقول له شيفت اي وهقول له من مش نزل لي سيلندر. والسلندر دي انا عايز اعمل لها روتيشن على الواي ب 90 عشان تبقى بصالي كده. وهدوس شيفت وابدا ان انا اقلل الراديوس بتاعي، وهدوس شيفت وابدا ان انا ازود الارتفاع بتاعها على الزد اكسس شويه، يعني حاجه بالشكل ده. ممكن ابدا ان انا ازود الراديوس بتاعي يعني لغايه اما اوصل للحاجه اللي انا شايفها مناسبه. اعتقد ان كده السكيل بتاعها هيكون مناسب. وطبعا الفيرتيز بتوعي دول كتير، فانا هبدا ان انا اقللهم بالشكل ده لغايه اما اوصل لحاجه مناسبه. يعني 16 ممكن يكون مناسب. تعالى كده نزود الراديوس حاجه بسيطه، تعالى نخليه 16 ونص مثلا. يعني ممكن نقلل الفيرتيز كمان حاجه بالشكل ده، هتكون لذيذه قوي. 12 فيرتكس. طب انا ليه عملت كده؟ بص، انا في الاخر عايز السلندر اللي فوق ادمجها مع الايه، مع الهاندل اللي هو اللي تحت عندنا ده. فانا احسن حاجه او اسهل حاجه ان انا يكون عندي فيرتكس هنا عند بدايه البريدج ده، وفيرتكس هنا عند بدايه البريدج ده. فانا دلوقتي لما هاجي اعمل بريدج ما بين الجزء ده والجزء ده، ممكن ابدا ان انا اظبط الايه، الكيرف بتاعي زي ما انا عايز هنا. طيب جميل قوي الكلام ده. طبعا السلندر بتاعي ممكن اروح للايديت مود وابدا ان انا اقول له الت زد في الاكس راي مود، يعني هبدا ان انا اقول له جي واي اكس سوري، وهبدا ان انا سناب للنقطه دي، وهمسك دول جي اكس وابدا ان انا سناب للنقطه دي، فالسكيل بتاعها بقى مظبوط. ممكن ابدا ان انا اروح للموديل بتاعي اللي هنا، اروح للايديت مود
طبعا واضح ان انا البروبوشنال اديتنج لسه متفعل، فهقفله. وعلشان اتاكد بس ان انا كل حاجه عندي مظبوط، هقول له جي اكس بالشكل ده، وهمسك دول جي اكس بالشكل ده هنا. بعد كده هروح للسايد فيو تاني، وهبدا ان انا اروح للإيديت مود وامسك الفيرسيس دول جي زد، وابدا ان انا ارفعهم لفوق لغايه يعني ما اوصل لحاجه مناسبه. يعني حاجه بالشكل ده ممكن تكون مناسبه، لان هو الكيرف بتاعي بيبدا تقريبا من هنا يعني. طيب انا عايز اعمل بس حاجه، انا عايز اروح للإيديت مود وانا دايس الت زد، او في الاكس راي مود عايز امسك الفيرتيسز دول وابدا ان انا اقول له اس اكس 0، وهمسك الفيرتيسز دول اس اكس 0، وبعد كده همسك الفيرتيسز اللي في النص اس اكس 0. انا ليه بعمل كده؟ وطبعا عايزه على الزد يكون هنا بصفر. انا بعمل كده لسبب. بص انا لو ظهرت الكيرف بتاعي اللي هنا ده، مش ده سوري، اللي هو الكيرف اللي انا واخده التمب، اللي هو الكيرف ده، هتلاقي ان انا لو مسكت مثلا الفيرتكس دي هتلاقي ان هي مش على الزد بصفر، يعني هي قيمه كده صغيره. انت لو خليت الكيرف بتاعك يبقى 2 دي هتلاقي القيمه دي اتغيرت، فيعني هيبقى كله على ستريت لاين. طبعا انا مش هرجع اعيد الكلام ده تاني، فممكن اسيبه بالشكل ده كده. تعال كده نظهره. هو تقريبا في نفس المكان بالظبط. لو انا لغيت ده وقلت له وريني الهاندل، هو في نفس المكان بالظبط والدنيا عندي مظبوطه، فمش محتاج اعمل حاجه تاني يعني. طيب جميل قوي. انا دلوقتي عايز ادمج الشيب ده بالشيب ده. ممكن اخفي الريفرنسز دي دلوقتي عشان ابقى شايف بشكل اوضح، وعايز ادمج السلندر دي مع الهاندل بتاعي دي. كده نبص من السايد فيو. تمام، انا كل حاجه عندي مظبوطه، عايز ادمجها، فهروح للإيديت مود الاول وابدا ان انا اقول له كنترول ار واحط لي كات هنا. ممكن ادوس 3 واروح للفيس سيلكشن مود وامسك الاثنين دول وابدا ان انا اقول له اي ام كولابس بالشكل ده كده. بعد كده هبدا بقى ان انا اعمل ايه، هبدا ان انا همسك الموديل ده. انا عايز الكات اللي في النص دي برضو تبقى موجوده، فهروح للإيديت مود وهبدا اقول له كنترول ار وضيف لي كات هنا، او ممكن ما اضيفهاش، انا ممكن ادلتها اصلا من تحت. تعالى كده نضيفها دلوقتي. كنترول ار برضو كات رايت كليك علشان تفضل في النص بالظبط. بعد كده ممكن امسك السلندر شيفت، امسك الهاندل بتاعي وابدا ان انا اقول له كنترول جي. بعد كده في الايديت مود ممكن امسك الاتش دي والاتش دي واقول له كنترول اي واقول له بريدج ايدج لوبس، وفي النمبر اوف كاتس هنا هزود واحده عشان يحط لي واحده في النص. وهبدا ان انا اروح للفيرتسيز وهبدا ان انا ادوس ال علشان يمسك لي الشيب بتاعي ده كله. ام ميرج باي ديستانس علشان يعمل لي ميرج للفيرتسيز اللي هنا دول. وممكن بقى اروح للإيدج دي واقول له اف، فهو كده قفل لي الدنيا. ممكن بقى ابدا ان انا اقول له ايه، انا ليه عملت الكلام ده كله وحطيت الكاتس بتاعي. انا دلوقتي بقى عندي هنا لو انا رحت الفيس سيلكشن مود، الفيس ده هيتعمل له بريدج مع الفيس ده، والفيس ده هيتعمل له بريدج مع الفيس ده، فعدد الفيسز والادجات بتاعي بقى ايه، بقى مظبوط بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ممكن امسك كل الكلام ده كده وابدا ان انا اقول له كنترول اي واقول له بريدج ايدج لوبس، فهتلاقيه عمل لك البريدج بالشكل اللي قدامك ده كده. ممكن ابدا ان انا اظهر الريفرنسز واروح للسايد فيو واقول له مثلا في النمبر اوف كاتس هنا زود لي كات. وممكن اجي على البروفايل فاكتور ادوس شيفت وابدا ان انا اقلل البروفايل فاكتور بتاعي كده لغايه ما اوصل لحاجه مناسبه. ممكن ازود النمبر اوف كاتس اخليهم مثلا 2. اعتقد كده ممكن يكون الدنيا عندي مناسبة يعني ممكن اسيبهم 2 بالشكل ده والدنيا كده هتبقى تمام. بس واضح طبعا ان تعالى نخفي الريفرنسز، ان انا عندي مشكلة حصلت هنا. يعني هبدأ بقى ان انا امسك الفيس ده، ممكن اصلا امسك نص الموديل. يعني تعالى نروح للاكس راي مود بالشكل ده وهقول له امسح لي الفيسز دي. بعد كده هبدأ ان انا اقول له حط لي ميرور موديفاير. الميرور موديفاير بتاعي انا عايزه يبقى على الزد، وهقول له بايسكت وهقول له كليبنج، وطبعا مفعل على الميرج بالشكل ده.
فكده انا ممكن ابدا ان انا اشتغل على الجزء ده. انا دول عايز اعمل لهم سكيل على الاكس بصفر، وبعد كده هبدا ان انا اقول له جي اكس وابدا ان انا احطهم في مكانهم مظبوط. فكده المشكله اللي كانت عندي اتحلت، يعني حاجه بالشكل ده. طيب كده فاضل لنا ايه؟ كده احنا فاضل لنا حاجتين. تعالى كده نروح نبص على الريفرنسز. احنا فاضل لنا ان احنا نفتح الجزء ده في الموديل، وبعد كده هنضيف التفصيله دي ويبقى الجزء بتاع البيز بتاعنا خلص. طبعا بعد ما نحط السبورت لوبس والسبديفيجن سيرفيس. فتعالى كده نبدا ان احنا نظهر الريفرنسز بتاعنا، وممكن ابدا ان انا اظهر الريفرنس بتاع الباك سايد، لان الباك سايد هو اللي باين فيه الجزء اللي انا هقطع منه هنا، يعني حاجه بالشكل ده. ممكن ابدا بقى ان انا اعمل ابلاي للميرور بتاعي ده، وعلشان نتاكد ان كل حاجه ملحومه مظبوط امسك كل حاجه اقول له ميرج باي ديستانس ريموفد زيرو فيرتسز، فانا ما كانش عندي مشاكل. بعد كده بقى انا عايز اعمل ايه؟ هروح للايديت مود، وانا في الايديت مود هدوس كنترول ار وعايز احط كات كده اس زد 0 وجي زد. هبدا ان انا انزل كات بتاعي دي لتحت كده شويه، وهبدا ان انا او ممكن اطلعها لفوق شويه، يعني هسيبها في مكانها. انا لو عملت لها ديزولف ايدجز كنترول ار بعد كده اس زد 0 وهسيبها في مكانها بالشكل ده. وعايز بقى ابدا ان انا اعمل الشكل اللي انا هقطع بيه الموديل بتاعي. هخرج بره الايديت مود، ممكن ابدا ان انا اقول له شيفت اي نزل لي مش سيلندر، وممكن بدل ما اقعد اعمل لها روتيشن ممكن اقول له في الالاين هنا خليها لي الايند تو فيو، وهبدا ان انا اقول له نزلها لي على الزد شويه لتحت كده، وقلل لي الراديوس بتاعي، يعني حاجه بالشكل ده. انا قبل ما اعمل الكلام ده تعالى نمسح السلندر دي. قبل ما اعمل الكلام ده انا عايز اجي هنا وابدا ان انا اقول له في الايديت مود كنترول ار حط لي ايدج هنا، كنترول ار حط لي ايدج هنا، كنترول ار حط لي ايدج الناحيه الثانيه هنا. وتعالى كده نظهر الريفرنسز بتاعنا والت زد. تعالى نمسك الريفرنس بتاع الباك فيو، وتعالى نلغي تفعيل الاوباسيتي كده مبدئيا شويه، يعني لغايه اما نشوف التفاصيل اللي احنا عايزين نشوفها. هاجي هنا كده والايدج دي هقول له، او تعالى نشتغل على الايدج دي هقول له جي اكس، يعني ممكن احركها حاجه بسيطه كده اقول له مثلا 0.5، وهمسك الايدج دي جي اكس سالب 0.5. فانا كده تقريبا يعني رفلي بقت الايدجات عندي محطوطه في مكانها مظبوط. ممكن بقى ابدا ان انا اروح تاني للباك فيو الت زد علشان اخش للاكس راي مود، وهبدا ان انا اقول له شيفت اي نزل لي مش سيلندر، خلي لي الالاينمنت بتاعي يكون تو فيو، وهبدا ان انا انزلها على الزي لتحت كده شويه. يعني طبعا واضح ان انا الراديوس بتاعي اكبر من اللي انا محتاجه، فهبدا ان انا اقلله كده حاجه بسيطه، يعني ممكن اخليه 8.9 مثلا او 8.85 8.84. اعتقد ان انا كده السكيل بتاعي هيكون مناسب. طبعا هبدا ان انا اقول له جي زد وابدا ان انا انزلها تحت لغايه ما احطها في مكانها المظبوط، يعني تقريبا حاجه بالشكل ده كده. بعد كده ممكن ابدا ان انا اعمل سكيل على الواي بالشكل ده، لان انا مش محتاج كل ده. كنترول اي ابلاي سكيل، هروح للايديت مود وانا عدد الفيسز ده بالنسبه لي مناسب. هروح للفيرتسيز وهمسك كل الفيرتسيز اللي فوق دول كده، وهبدا ان انا اقول له اي زد بالشكل ده، وهطلع الموديل بتاعي لفوق بالشكل ده كده. جميل قوي. دلوقتي بقى بكل بساطه انا ممكن ابدا ان انا امسك الموديل ده. طبعا واضح ان انا محتاج اكبره شويه، فانا هبدا ان انا اعمل له سكيل على الواي شويه حاجه بالشكل ده كده. كنترول اي ابلاي سكيل، وانا ماسك الموديل ده
هدوس شيفت وامسك الموديل ده، وانا مفعل ادون اسمه البول تول، فلو دوست كنترول ناقص هتلاقيه المفروض ان هو كده عمل لي بوليان. لو انا رحت هنا ممكن اقول له اكزاكت، فهتلاقي المشكله دي اتحلت بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. البول تول عشان تفعله هتروح لإيديت بريفرنسز، ومش عارف هو بيلت ان ولا لا، بس انا لو كتبت هنا في الجيت اكستنشن بول تول طبعا عندك هتلاقي زرار انستول، فهتبدا ان انت تعمل له انستول، فهو بيديك شويه اختصارات كده وبيوفر عليك وقت في البوليان. لو مش عايز تستخدمه فانت هتبدا ان انت تقول له اد موديفاير، وتبدا ان انت تقول له بوليان، وتبدا ان انت تشتغل بالطريقه العاديه يعني. طيب جميل قوي. انا دلوقتي ممكن ابدا ان انا اقول له اعمل لي بقى ابلاي للبوليان ده، والشيب اللي هنا ده او السلندر دي ممكن ابدا ان انا اقول له اعمل لي ليها ديليت. هو طبعا البول تول برضو بيعمل لك كوليكشن جديده، فانا ممكن اقول له اعمل لي ديليت الكوليكشن دي، انا مش عايزها دلوقتي، يعني حاجه بالشكل ده كده. وممكن بقى ارجع تاني وانا في السايد فيو، وانا قصدي في الفرونت فيو، وابدا ان انا امسك كل الفيرتيسز اللي هنا دول، وابدا ان انا اقول له طبعا عايز ادوس الت زد، هبدا ان انا امسك كل الفيرتيسز دول بالشكل ده، وهبدا ان انا اقول له اكس ديليت فيسز، وهبدا ان انا احط ميرور موديفاير تاني. طبعا انا عايزه على الزد، بايسكت وكليبنج وميرج يبقوا متفاعلين، عشان ابدا ان انا اشتغل على نص واحد وهو يظبط لي النص التاني. تعالى نخفي الريفرنس دي دلوقتي عشان اعرف اشوف بشكل مظبوط. طيب ممكن ابدا ان انا اظبط. طبعا زي ما انت شايف البول تول في حاجات، او انا مش فان اوف بوليان عموما، انا ما بحبش البوليان، ولكن هو ساعات بيوفر عليك خطوات كتير. فانا ممكن مثلا ابدا ان انا اجي دلوقتي كده امسك الفيرتيسز دول، وابدا ان انا اعمل لهم جوين بالشكل ده. نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا، يعني حاجه بالشكل ده كده. هبدا ان انا ادوس كنترول ار، فانا كده حطيت كات هنا. ممكن افعل الاوتو ميرج بتاعي اس زد 0 عشان اتاكد ان هم ستريت لاينز، جي زد، وابدا ان انا سناب هنا بالشكل ده. فدي كده عندي مشكله اتحلت. انا اضطريت اقوم كده علشان كان في حاجه كنت لازم اعملها. تعالى بقى نبدا ان احنا نكمل. احنا كنا بنظبط التوبولوجي بتاعنا. اول حاجه انا عايز اعملها، انا عايز امسك كل الفيرتيس بتاعي وادوس ام واقول له ميرج باي ديستانس، فهتلاقيه عمل لي ريموف ل 19 فيرتكس، وكده الشكل بتاعي بقى كل الفيرتيس بتاعه ولدت وملحومه في مكانها. بعد كده ممكن ابدا ان انا اروح للفيس سelection مود، وابدا ان انا امسك الفيسز دي اكس واقول له ديليت فيسز. وبعد كده هبدا ان انا امسك الفيسز اللي موجوده هنا دي، انا عايز الناحيتين يبقوا تيبيكال زي بعض بالظبط. هقول له شيفت دي اكس وسناب على النقطه دي، وبعد كده هقول له شيفت ان علشان يظبط لي النورمالز بتاعي. وطبعا الاوتو ميرج بتاعي فعال، فبالتالي هو المفروض يكون لحمل الفيرتسيز بتوعي دول في بعضهم بالشكل ده كده. طيب بعد كده لو انا رحت بصيت للريفرنسز بتاعي، فانا عندي من ورا هنا المفروض ان هو يبقى فيه عندي فتحه اللي بيخش منها المسمار علشان يثبت لي الجزء ده في الجزء التاني اللي ماسك المايك. علشان نعمل الموضوع ده انا هبدا ان انا اقول له امسك لي الفيسز دي، شيفت وامسك لي الفيسز اللي الناحيه التانيه دي. وطبعا هبدا ان انا اعمل انست. بس تعالى نظهر الريفرنسز بتاعنا بالشكل ده. لو رحت بصيت من السايد فيو، طبعا انا مش هعرف اشوف التفصيله او الحجم بتاع الجزء اللي مفتوح ده. طيب لو انا رحت بصيت من الباك فيو، انا ممكن استنتج المقدار بتاع الفتحه بتاعي دي من حجم المسمار اللي داخل هنا ده. ولكن انت لو ركزت دلوقتي هتلاقي في عندي مشكله. انا من السايد فيو الارتفاع بتاع الجزء ده تمام مظبوط، بس لو انا بصيت من الباك، لو عملت هايد للموديل بتاعي ده كده، هتلاقي ان الارتفاع عندك مختلف. يعني هدوس اتش هتلاقي الارتفاع اخره هنا، لو عملت كنترول زد عشان اظهره هتلاقي الارتفاع مختلف. طيب في الحاله اللي زي دي انت بتختار سايد من السايدز وتبدا ان انت تشتغل عليهم. فانا بفضل ان انا اشتغل من السايد بتاعي اللي هو من الجنب، علشان ده اللي انا هبدا ان انا اشتغل عليه، وابدا ان انا اضيف المسمار بتاعي، وابدا ان انا اضيف التفاصيل دي وهكذا.
بس مؤقتا انا ممكن اعمل ايه؟ اولا انا هنا بالميرور موديفاير ده الجزء اللي انا بتحكم فيه هو اللي هنا، انا مش عايز كده، انا عايز دلوقتي اتحكم في الجزء اللي الناحيه التانيه لان ده اقرب للمسمار بتاعي. فانا هخرج بره الايديت مود وهبدا ان انا اقول له ابلاي للميرور موديفاير، كنترول اي بالشكل ده. هروح للايديت مود وهمسك كل حاجه وادوس ام ميرج باي ديستانس علشان اتاكد ان كل حاجه عندي تمام. بعد كده من الباك فيو هدوس الت زد وهبدا ان انا امسح النص التاني، همسك الفيسز اللي الناحيه التانيه دي بالشكل ده كده واقول له اكس ديليت فيسز. وبعد كده هبدا ان انا احط الميرور موديفاير بتاعي تاني، عايزه برضو على الزد بايسكت، بس المره دي هقول له فليب على الزد وهفعل الكليبنج والميرج عندي فعال. دلوقتي بقى انا علشان اقدر ان انا اشتغل بشكل مظبوط انا ممكن اروح للفيرتسيز بتاعي، همسك كل الفيرتسيز دول وبشكل مؤقت هقول له جي زد وابدا ان انا انزلهم لتحت كده لغايه ما يبقوا في مكانهم مظبوط. واضح ان هو تقريبا سالب 5.9 حاجه بالشكل ده كده. بعد كده هبدا ان انا اروح للفيس سيلكشن مود بتاعي، همسك الفيسز اللي هنا، شيفت الفيسز اللي الناحيه الثانيه، ومن الباك فيو ممكن ابدا ان انا ادوس اي عشان اعمل انسيت بالشكل ده. طبعا انا مش شايف التفاصيل بتاعي قوي فممكن اروح للفيرتسيز، فبدات ان انا رفلي اشوف الفيرتسيز بتاعي. هروح فوق هنا واخلي الترانسفورم بيفوت بوينت بتاعي اندفيدوال اوريجينز وهبدا ان انا اعمل سكيل لغايه اما تقريبا يبقى السكيل بتاع الفتحه بتاعي مظبوط. يعني ممكن يكون حاجه زي كده تكون مناسبه ليا. يعني بعد كده ممكن ابدا ان انا اقول له كنترول اي وبريدج ايدج لوبس فهيعمل لي الفتحه اللي انا عايزها هنا. بعد كده ممكن اروح للسايد فيو تاني، الت زد، همسك كل الفيرتسيز دول بالشكل ده تاني وهبدا ان انا اقول له جي زد ارفعهم لي لفوق، رجعهم لي لنفس المستوى بتاع السايد فيو بالشكل ده 5.9 علشان اطلعه بنفس الارتفاع بالظبط. وبكده انا عملت الفتحه بتاعي اللي انا محتاجها علشان المسمار يخش منها. طيب بعد كده احنا فاضل لنا تفصيله واحده في الموديل ده نضيفها، وهي الجزء اللي موجود عندنا هنا ده. طبعا الجزء ده يعني هيبقى باين منه شويه من الفرونت فيو هنا، ولكن ما عنديش ريفرنس يبين لي العمق ده، فالعمق ده هبدا ان انا اعمله بالنظر كده. تعال نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. الاول ايه التفاصيل اللي موجوده؟ هو من هنا بيبدا ان هو يحفر والقيمه بتاع الحفر بتاعي او الجزء اللي داخل لجوه بيبدا يكبر لغايه ما يبقى ثابت من الجزء اللي فوق. وعندي كيرف هنا من فوق ماشي مع الكيرف بتاع الشيب بتاعي اللي انا كنت عامل له بوليان. طيب تعال نشوف هنعمل الموضوع ده ازاي. هبدا ان انا وانا باصص من الفرونت فيو كده طبعا واضح ان انا الايدجات اللي عندي الايدج اللي هنا دي. تعالى نخرج بره الايديت مود ونفعل الميرور موديفاير ده بالشكل ده كده. فلو انا جيت بصيت على الايدج دي هتلاقيها تقريبا هي نفس الايدج اللي ورا. تعالى كده نمسك الريفرنس بتاع الفرونت وهروح للاوبجكت داتا واشيل تفعيل الاوباسيتي ده. وتعالى نمسك الموديل بتاعنا ومن الفرونت فيو اعتقد ان احنا هنروح نفعل الاوباسيتي بتاعنا ده تاني. تعالى نمسك الموديل بتاع الفرونت ونبدا ان احنا نفعل الاوباسيتي ده. يعني انا كنت بحاول ان احنا نقدر نشوفه بشكل احسن شويه، بس يعني اتمنى تكون الصوره واضحه عندكم. واضح ان الايدج اللي هنا اللي هي بنفس محاذاه الفيرتكس اللي فوق دي هو ده العرض بتاع الجزء اللي معمول له اكسترود لجوه. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ اول حاجه انا هروح للموديفايرز. طبعا انا فعلت الميرور موديفاير بتاعي. ممكن بقى اروح للفرونت فيو واروح للفيرتسيز، امسك النص ده وابدا ان انا ادوس اكس واقول له ديليت فيسز. طبعا عايز ادوس الت زد الاول علشان امسك الفيرتسيز قدام ورا، اكس ديليت فيسز، وهبدا ان انا احط الميرور موديفاير بتاعي ده تاني. طبعا انا عايزه على الزد بايسكت وكليبنج وميرج متفعلين. بعد كده بقى هبدا ان انا اعمل ايه؟ انا علشان اخد الكيرف ده احنا قلنا هنا الكيرف ده ماشي مع الكيرف اللي تحت، فانا علشان اعمل حاجه زي كده انا محتاج ان انا اعمل انست. فانا ممكن اروح للفيسز بتاعي
الغي الاكس راي مود بالت زد، وهبدا ان انا امسك الفيسز دي مثلا مبدئيا بالشكل ده، وممكن ابدا ان انا اعمل اي علشان اعمل انست. فلو خدت بالك هيكون عامل لي كيرف تقريبا هو نفس الكيرف بتاع اللي انا ماشي عليه. طب بس انا دلوقتي عندي مشكله، المشكله ان انا لما بعمل انست هو بيعمل لك انست للفيسز من الاتجاه ده كمان، فممكن ادوس اي، ولو دوست بي هو بيعمل الانست وعامل في حسابه الجزء بتاع الباوندري ده. ليه؟ طبعا لان انا حاطط ميرور موديفاير، فالجزء ده اسمه باوندري اللي هو النهايه، الجزء ده عندي مفتوح. فانا هروح ابص من الفرونت فيو، هفعل الميرور موديفاير وابدا ان انا اقول له اي بالشكل ده، هدوس بي علشان افعل الباوندري، وهبدا رفلي كده. طبعا مش باين عندي في الريفرنس المسافه اللي هنا، فهبدا ان انا اعمل حاجه بالشكل ده. ممكن اقول له مثلا خليها لي 3.25، ممكن تكون حاجه مناسبه. وطبعا عامل تشيك على اوفست ايفن. جميل قوي. طيب دلوقتي طبعا انا عندي مشكله ان الفيسز بتاعي متداخله في بعض. علشان ابدا ان انا احل المشكله دي، انا ممكن دلوقتي اخفي الريفرنس دي مؤقتا بحيث ان انا ابقى شايف بشكل افضل. اول حاجه انا عايز اعملها ان انا عايز امسك اشوف اللوب دي كده طالعه لغايه فين. لو انا بدات ان انا مفعل الاوتو ميرج وقلت له جي جي بالشكل ده، فهبدا ان انا اروح هنا، فهتلاقي ان هو طبعا انا كده عندي مشكله برضو. تعال كده نروح للفيرتسيز. انا محتاج امسك كل الفيرتسيز دول، وهبدا ان انا اقول له جي جي. ممكن احركهم حاجه بسيطه كده، بعد كده كنترول واشيل الفيرتكس دي من السلكشن جي جي، وابدا ان انا اسنابها هنا بالشكل ده، وهمسك دي وابدا ان انا اقول له جي جي، ورفلي كده هحاول اظبطها في مكانها مظبوط. جي جي شيفت عشان اتحرك بشكل افضل او بشكل ادق، يعني حاجه بالشكل ده كده. ممكن امسك الفيرتكس دي وابدا ان انا اقول له جي جي والحمها لي هنا بالشكل ده كده. انا هنا لو بدات ان انا امسك الفيرتكس دي، واضح ان انا عندي مشكله، عندي اوفرلابنج فيسز هنا. علشان اعالج المشكله بتاعي دي، ممكن ابدا ان انا اقول له كنترول ار واحط ايدج لوب هنا واسنابها للنقطه دي، فهتلاقيها اتلحمت. دلوقتي لو مسكت الفيرتكس دي وبدات ان انا احركها، هتلاقي المشكله اللي عندي هنا راحت، ودلوقتي بقى عندي المنظر ده. طيب تعال نروح هنا للناحيه التانية. ممكن ابدا ان انا امسك الفيرتكس دي والفيرتكس دي واقول له جي بالشكل ده، وممكن امسك الفيرتكس دي والفيرتكس دي يعني برضو واقول له جي مؤقتا. طبعا ممكن نحتاج نغير حاجه في الكلام ده، يعني هنشوف واحنا شغالين. جميل قوي. انا دلوقتي بقى عندي شكل الكيرف نفس الكيرف اللي موجود عندي فوق هنا. يعني طبعا انا ممكن امسك دي كده وابدا ان انا اقول له جي جي، وابدا ان انا احركها شويه، بس انا هسيبها زي ما هي. الفيرتكس اللي تحت دي ممكن اقول له جي جي والحمها تحت هنا، يعني حاجه بالشكل ده ممكن تكون مناسبه. عايزين بقى نبدا ان احنا نعمل الاكسترود اللي احنا محتاجين نعمله، فهخرج بره الايديت مود وهبدا ان انا اقول له ابلاي للميرور موديفاير. هروح للايديت مود، همسك كل حاجه وادوس ام باي ديستانس. طبعا مسح لي زيرو فيرتسيز، فانا كل حاجه عندي كانت مظبوطه. بعد كده ممكن ابدا ان انا اروح للفيس سيلكشن مود، وهمسك بقى الفيسز دي. ممكن مثلا امسك لغايه هنا كده. طبعا احنا الكلام ده يعني بنحدده رفلي كده بالعين، وممكن ابدا ان انا ابص في الريفرنسز عندي اللي على بيور ريف الناحيه التانية. يعني اعتقد ان المسافه دي هتكون مناسبه. تعالى نخفي الريفرنسز، مش عايزينهم يضايقونا دلوقتي. وبعد كده هدوس الت اي علشان يفتح لي الاكسترود منيو، وهختار منها اكسترود فيسز along نورمالز، وهبدا ان انا اعمل اكسترود لجوه. يعني حاجه بالشكل ده ممكن تكون مناسبه. ممكن اخليها مثلا -4 واوفست ايفن، واعتقد ان كده ممكن دي تكون قيمه مناسبه. يعني لو حبينا نغيرها هنبقى نغيرها بعدين. بعد كده انت لو بصيت في الريفرنس عندك هتلاقي ان الجزء من هنا الحفر هنا بسيط، وبيبدا يكبر يكبر لغايه اما يوصل للجزء اللي موجود هنا. احنا عايزين نعمل نفس التاثير ده بالظبط، فهبدا ان انا اروح للفيرتسيز بتوعي. همسك الفيرتكس دي كنترول، امسك الفيرتكس اللي الناحيه التانية، فهيمسك لي كل الفيرتسيز اللي في النص هنا. وطبعا انا مفعل الاوتو ميرج بتاعي جي جي، وهبدا ان انا الحم الفيرتسيز دول في بعض.
بعد كده هبدا ان انا امسك الفيرتكس دي كنترول، امسك اللي الناحيه الثانيه وابدا ان انا اقول له الت اس بيحرك لك الحاجه اللي انت ماسكها. في الحاله بتاعنا دي الفيرتسيز along normals، يعني على الاتجاه اللي هي بصاله. فانا مثلا هرفعها حاجه بالشكل ده كده مثلا، يعني مش عارف ممكن تكون كام. هفعل اوفست ايفن بالشكل ده. اعتقد ان القيمه دي ممكن تكون مناسبه، او ممكن نزودها شويه، ممكن نخليها 2.5 مثلا، يعني حاجه كده. بعد كده همسك الفيرتكس دي واقول له جي اكس واحركها، اسنابها على البوينت دي، وهمسك دي جي اكس واسنابها على البوينت الثانيه. وبعد كده همسك الثلاثه دول رايت كليك لوب تولز جي ستريتش علشان يخليه الخط ده مستقيم. وممكن اقول له جي جي وابدا ان انا انزله تحت كده شويه، يعني انا مش عايز الفيس بتاعي ده يبقى ستريتشد بالشكل ده كده، فهقول له جي جي وابدا ان انا انزلهم حاجه كده مثلا ممكن تكون مناسبه. هبدا اعمل الكلام ده في الفيرتيز اللي بعدها. همسك دول الت اس وابدا ان انا اطلعهم لفوق حاجه بالشكل ده كده. همسك الفيرتكس دي جي اكس واسنابها هنا، جي اكس واسنابها الناحيه الثانيه. بعد كده رايت كليك لوب تولز جي ستريتش حاجه بالشكل ده. همسك الفيرتيز الموجودين هنا برضو نفس الكلام الت اس، وهبدا ان انا يعني احركهم بالشكل ده كده. همسك الفيرتكس دي جي اكس اسنابها هنا، دي جي اكس اسنابها الناحيه الثانيه. بعد كده همسك الثلاثه دول رايت كليك لوب تولز جي ستريتش. لوب تولز على فكره هو ادون، فانت لو اللوب تولز مش باين عندك فانت هتروح للاديت بريفرنسز، ومن الجيت اكستنشنز لو كتبت لوب تولز هتلاقي عندك زرار انستول هنا. ابدا ان انت اعمل لهم انستول، يعني حاجة بالشكل ده ممكن تكون مناسبة. اعتقد ان انا ممكن امسك الفيسز اللي فوق دي اللي هم دول بالشكل ده كده، وابدأ ان انا اقول له جي واي حركهم لي مثلا 0.5 ماينس، يعني حاجة بالشكل ده كده. اعتقد ان هي ممكن تكون مناسبة. وكده بقى الشيب عندي موجود. كده احنا تقريبا خلصنا الموديل بتاعنا كبلوك اوت. دلوقتي احنا محتاجين نعمل ايه؟ احنا محتاجين نبدأ ان احنا نظبط الايدجات بتاعنا بحيث ان احنا هنلحم الجزء ده في الجزء ده علشان يبقوا حتة واحدة. بس علشان نعمل كده لازم عدد الايدجز او عدد الفيرتسيز اللي موجودة هنا تبقى نفس عدد الفيرتسيز اللي موجودة الناحية التانية هنا. طيب تعالى كده نبص على الموديل بتاعنا ده الاول، نشوف هل احنا كل حاجة عندنا مظبوطة ولا لا. ممكن هنا تكون الدنيا تمام ما عنديش فيها مشاكل. لو بصيت الناحية التانية برضو اعتقد ممكن يكون ما عنديش فيها مشاكل، ولو لقينا مشاكل ممكن نبدأ ان احنا نعالجها. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ اول حاجة انا همسك السلندر بتاعي اللي هي القاعدة دي، وعايز ابدأ ان انا اضيف ايدج لوب تتحط هنا. فانا هروح للإيديت مود وهروح للتوب فيو، هدوس الت زد وهمسك كل الفيرتسيز دول اكس وهقول له ديليت فيسز. بعد كده هبدأ ان انا احط ميرور موديفاير اكس بايسكت وهفعل الكليبنج بحيث ان انا اشتغل على نص واحد وهو هيبقى يضيف لي التفاصيل الناحيه التانيه. هروح للإيديت مود وهبدا ان انا اقول له كنترول ار وهبدا ان انا اضيف ايدج لوب بالشكل ده. ورفلي كده هحاول ان انا اظبط مكانها، ممكن من التوب فيو جي جي وابدا ان انا احطها في مكانها مظبوط. اعتقد يعني ممكن ادوس شيفت عشان الحركه تبقى ادق شويه، حاجه زي كده ممكن تكون مناسبه. طبعا عندي نفس المشكله من تحت، فهبص من البوتوم فيو كنترول ار وهبدا ان انا اضيف الايدج لوب بتاعي. ممكن ازوم ان كده واقول له جي جي وهدوس شيفت وابدا ان انا احطها في مكانها بالشكل ده كده. بعد كده هبدا ان انا كنترول ار وابدا ان انا اضيف ايدج لوب وهي كان مكانها في النص بالظبط. فانا كده عدد الفيسز عندي بقى مظبوط. جميل قوي. بعد كده هبدا ان انا امسك الموديل بتاعي ده شيفت وامسك الموديل ده. طبعا انا عندي هنا ميرور موديفاير عايز اعمل له ابلاي. تعال نروح للإيديت مود ونمسك كل حاجه ونقول له ميرج باي ديستانس.
بعد كده همسك الموديل ده شيفت الموديل ده وابدا ان انا اقول له كنترول جي فبقوا موديل واحد. همسك كل حاجه كده كنترول اي واقول له ام عشان يعمل لي ميرج باي ديستانس. دلوقتي يعني تعالى كده نروح للفيسز دي ونبدا ان احنا نمسكهم نحركهم عشان نتاكد ان كل حاجه مظبوطه. واضح ان كل حاجه ملحومه تمام. جميل قوي. دلوقتي احنا كل اللي فاضل لنا في الموديل ده ان احنا نضيف السبورت لوبس ونبدا ان احنا نستخدم او نضيف السب ديفيجن سيرفيس موديفاير. انك تضيف سبورت لوبس على موديل زي ده ممكن يكون الموضوع تريكي شويه، وهقول لك ليه دلوقتي. بس انا الاول قبل ما نبدا نضيف السبورت لوبس بتاعنا انا عايز اروح للإيديت مود وهبدا امسك الايدج دي من الايدج سيلكشن مود، وهمسك الايدج اللي الناحيه الثانيه دي وهبدا ان انا اقول له كنترول بي و هدوس سي علشان افعل الكلامبنج بالشكل ده. وممكن ابدا ان انا اضيف ايدج واحده بس، سيجمنت واحده هنا بالشكل ده كده. وهنا انا عايز اقول لك على حاجه. انا علشان اعرف ان انا عايز اضيف البيفل ده هنا، انا الاول البيفل ده ضايفه علشان انا عندي هنا في كيرف، الجزء ده كيرفت كده. طبعا هو كان ممكن يظهر الكيرف ده برضو لو انا ما ضفتش السبورت لوب او ما ضفتش البيفل ده هنا، ولكن انا جربت ولقيت ان انا لو ضفت البيفل ده هيكون احسن. وهنا انا عايز اقول لك على حاجه. انا كنت اوريدي ضفت السبورت لوبس بتاعي وبعد كده عملت كنترول زد وعرفت ان انا المفروض اضيف البيفل ده علشان يبقى شكله احلى. وانا بقول لك الكلام ده علشان تكون عارف ان انت مش هتقعد تشتغل وتلاقي كل حاجه ماشيه معاك بشكل مظبوط من اول مره. لا، انت ممكن تقابل مشاكل، والمشاكل دي هتعمل كنترول زد وتبدا ان انت تعالجها او تعالجها على وضعها وهكذا. ولكن انا يعني ما بفضلش ان انا اعمل كنترول، يعني ابدا ان انا اعمل خطوات وبعد كده ارجع اعمل كنترول زد واعيد الخطوات دي تاني علشان ما اطولش وقت الفيديو اللي هو اصلا طويل. فانا بقول لك الكلام ده علشان تكون عارف ان انت لو حاجه وقفت معاك ده مش معناها ان انت مش هتعرف تعملها، لا، انت محتاج بس ان انت تحط وقت اكتر وتبدا ان انت تشوف المشاكل اللي بتقابلك دي هتعالجها ازاي وهكذا. طيب انا دلوقتي عملت البيفل ده هنا، ولكن انا عندي مشاكل في التوبولوجي، فانا محتاج ان انا ابدا ان انا اعالج المشاكل بتاعي دي. اول حاجه انا لو رحت الفيرتسيز ومسكت مثلا الفيرتكس دي هتلاقي ان انا عندي فيرتسيز المفروض يتلحموا في بعض هنا. فانا همسك كل حاجه وادوس ام واقول له ميرج باي ديستانس. فدلوقتي لو انا مسكت الفيرتكس دي او الفيرتكس اللي الناحيه الثانيه هتلاقي كل حاجه عندي بقت مظبوطه. جميل قوي. بعد كده انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز امسك الايدجات دي، يعني ايدج زي دي وايدج زي دي، ممكن امسكهم بالشكل ده كده وهدوس اكس واقول له ديزولف ايدجز. طبعا نفس الكلام انا عايز اعمله من الناحيه الثانيه، اكس ديزولف ايدجز. وعلشان اظبط التوبولوجي بتاعي انا ممكن برضو امسك دي بالشكل ده كده اكس وديزولف ايدجز يعني مبدئيا دلوقتي، وهمسك اللي الناحيه الثانيه نفس الكلام. هبدا ان انا ادوس كنترول ار علشان ابدا اضيف لوب كات هنا. طبعا انا دلوقتي عندي مشكله ان اللوب كات دي ماشيه بالشكل ده، فممكن ابدا ان انا امسك الايدج دي كنترول وامسك الايدجات الثانيه اللي معاها دي، وممكن امسك الايدج دي كمان اكس وابدا ان انا اقول له ديزولف ايدجز علشان انا عايز ادوس الت وامسك الايدج لوب دي وهبدا ان انا اقول له جي زد. طبعا الاول هبدا ان انا اعمل لها سكيل على الزد بزيرو عشان اتاكد ان هي ستريت لوب يعني جي زد، وهبدا ان انا سنابها هنا. بعد كده هروح للفيرتسيز وهمسك دول وهبدا ان انا اقول له جي علشان يعمل لي جوين. وبعد كده همسك الفيرتكس دي وممكن مع الفيرتكس اللي فوق وابدا ان انا اقول له جي فهيعمل لي جوين بالشكل ده. وبعد كده ممكن امسك الايدج دي الفيرتكس دي والفيرتكس دي وادوس جي برضو. فدلوقتي بقى عندي تقريبا التوبولوجي بتاعي لحد ما مظبوط. لو حطيت سب ديفيجن سيرفيس موديفاير يعني حاجه بالشكل ده هتلاقي ان الكيرف بتاعك شكله لطيف. طبعا انا محتاج اعمل نفس الكلام ده الناحيه الثانيه، يعني ممكن بدل ما اقعد اعيده ممكن اروح للفرونت فيو امسك كل الفيرتسيز بتاعي دي اكس وابدا ان انا اقول له اعمل لي ديليت فيسز يعني حاجه بالشكل ده. وبعد كده هبدا ان انا احط الميرور موديفاير بتاعي اكس وبايسكت اكس وكليبنج وميرج متفعلين وهقول له كنترول اي.
طبعا لازم اخرج بره الايديت مود وهقول له كنترول A على الميرور موديفاير. فدلوقتي بقى الناحيتين شبه بعض. دلوقتي بقى ممكن ابدا ان انا احط السبورت لوبس، بس انا هنا عندي الاول حاجه عايز اظبطها. هنروح للايديت مود كده. انا مش عاجبني منظر الايدج ده. يعني احنا ممكن نعالجه بكذا طريقه. انا ممكن امسك الاثنين ايدجز دول اكس وابدا ان انا اقول له ديزولف ايدجز. بعد كده هروح للفيرتسيز وهمسك الاثنين دول واقول له جي بالشكل ده. وممكن ابدا بقى ان انا امسك دول واقول له جوين، وابدا ان انا اظبط التوبولوجي بتاعي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يعني طبعا هو بيتقال ان المثلثات والانجونز مش حاجه كويسه، وهي مش حاجه كويسه، ولكن لو هي مش عامله لك مشاكل فمفيش منها مشكله. لو عملت لنا مشكله ممكن نبقى نعالجها، بس في الوقت الحالي انا الدنيا بالنسبه لي تمام. طيب، كنت بقول في من شويه ان انا علشان اضيف سبورت لوبس لموديل زي ده الموضوع بيبقى تريكي شويه. ليه؟ لان مثلا انت متعود في الغالب يعني ان انت هتبدا ان انت تدوس كنترول ار وتقول له انا عايزك تحط لي سبورت لوب مثلا هنا بالشكل ده، عشان لما تفعل السبديفيجن سيرفيس موديفاير يبدا ان هو يخلي لك الجزء ده حاد بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. ولكن انا دلوقتي هيكون عندي مشكله. ايه هي المشكله؟ ان السبورت لوب دي ماشي هي في كل الاجزاء دي هتشتغل معايا تمام، ولكن لو انت طلعت فوق هنا هتلاقي ان هو ضاف لك السبورت لوب دي هنا كمان. فلو انت بدات تفعل السبديفيجن سيرفيس فالجزء ده هيكون يعني حاد اكتر. يعني دي مش هتكون سموز، مش هتكون دايره سموز، هيبقى في هنا عندك حاجه حاده. طيب، علشان اعالج مشكله زي دي انا اصلا مش هضيف السبورت لوب بتاعي بالشكل ده. تعالى كده نخفي السبديفيجن سيرفيس، وممكن اجي هنا واقول له شيد سموز علشان لما افعل السبديفيجن سيرفيس تبقى الدنيا عندي سموز زي ما انت شايف مثلا. يعني تعالى كده علشان نشوفها بشكل اوضح، هروح للايديت مود وابدا ان انا اقول له كنترول ار وضيف لي السبورت لوب هنا كده. لو رحت بدات ان انا ابص من هنا هتلاقي ان انت عندك حاجه حاده، دي مش دايره سموز. ولو بدات ان انا ادوس اكس واقول له ديزولف ايدجز هتلاقي الدايره بتاعك رجعت ايه؟ سموز تاني. طيب، علشان نعالج المشكله دي انا السبورت لوبس بتاعي في الاجزاء دي هبدا اضيفها بشكل مختلف. هعمل ايه؟ هبدا ان انا اروح للفيس سيلكشن مود برقم 3، او ممكن تطلع تختاره من فوق هنا. هدوس الت علشان يمسك لي البوليجونز اللي حوالين الايدجات اللي انا بسلكتها دي. هدوس شيفت وابدا ان انا امسك البوليجون ده. كنترول وهبدا ان انا امسك بالشكل ده كده علشان يمسك لي كل الكلام ده. ممكن ادوس شيفت واجي هنا بعد كده اقول له كنترول وابدا ان انا امسك الفيسز دي. انا عايز امسك الفيسز داير ما يدور. يعني انا لو دوست الت كده هتلاقيه برضو مسكها لي بشكل مظبوط، ولكن عندي مشكله ان هو مسك لي حاجات انا مش عايزها. يعني ممكن اروح كده للباك فيو مثلا وابدا ان انا ادوس كنترول واقول له ان انا مش عايز اعمل سيلكت لاي حاجه من الفيسز اللي هنا دي. شيفت الت وهبدا ان انا امسك الفيسز دي، يعني حاجه بالشكل ده كده. انا ماسك كل الفيسز اللي داير ما يدور الشكل بتاعي من بره كده. لو بدات ان انا اقول له انست فهدوس اي فهتلاقي ان هو بيعمل لك انست بالشكل ده. ممكن اقول له خلي لي الانست بتاعي ده تكون مثلا قيمته يعني 0.85 مثلا، يعني حاجه بالشكل ده ممكن تكون مناسبه. وبالشكل ده الايدج لوب بتاعك بقت ماشيه مظبوط، والايدج لوب بتاعك كامله يعني طالعه لفه حوالين الموديل بتاعك بالشكل المظبوط اللي احنا عايزينه بالشكل ده كده. فانا دلوقتي لو بدات ان انا افعل السبديفيجن سيرفيس هتلاقي ان انت الدايره بتاعك سموز، وفي نفس الوقت السبورت لوبس قامت بالشغل بتاعها اللي انت متوقعه منها يعني. طيب، عايزين بقى نكمل نضيف السبورت لوبس بتاعنا. فانا ممكن اروح للفيس سيلكشن مود تاني وادوس الت وامسك دول بالشكل ده كده. بعد كده ممكن ابدا ان انا ادوس كنترول وابدا. طبعا كده انا عندي مشكله، هدوس على ده وادوس كنترول. طيب، هو ليه ما بيسلكتش هنا؟ لان انا عندي فيرتكس في النص. الفيرتكس دي انا محتاج اضيف لها فيرتكس تتلحم بيها. فانا الاول هدوس كنترول ار وابدا ان انا اسيبها في النص كده برايت كليك. همسك كل حاجه وادوس ام واقول له ميرج باي ديستانس. دلوقتي ممكن ادوس الت طبعا من الفيس سيلكشن مود، ادوس الت واكليك على الايدج دي
شيفت الت واكليك على الايدج الناحيه الثانيه. دلوقتي ممكن ابدا ان انا ادوس كنترول وامسك الفيسز اللي انا عايزها بالشكل ده كده، وهعمل نفس الكلام من جوه. هبدا ان انا اقول له اي اعمل لي انست ب 0.85 تقريبا، هو ده اللي احنا كنا عاملينه. تعالى كده ندوس الت زد، ايوه هي بالظبط كانت 0.85. وبالشكل ده انا ضفت السبورت لوبس اللي انا محتاجها من جوه. كمان لو فعلت السب ديفيجن سيرفيس موديفاير هتلاقي كل حاجه ماشيه معاك مظبوط. طيب طبعا ممكن تبدا ان انت تضيف سبورت لوبس في النص هنا كمان. يعني ممكن ادوس كنترول ار كليك رايت كليك واجي هنا كنترول ار كليك رايت كليك. يعني ممكن تكون كده مناسبه، او ممكن تبدا ان انت تلغي السب ديفيجن سيرفيس وتمسك الاثنين ايدج دول وتبدا ان انت تقول له كنترول بي، وانا مش عايز اي ايدجات في النص. وممكن تعمل حاجه زي كده مثلا وليكن 3.35 حاجه بالشكل ده، او 3.5 3.25. يعني انا بس بحاول اخلي ده قد ده تقريبا، يعني حاجه بالشكل ده ممكن تكون مناسبه. طيب عايزين نضيف سبورت لوبس فين كمان؟ عايزين نبدا ان احنا نضيف سبورت لوبس من فوق هنا، وعايزين نضيف سبورت لوبس في الاجزاء اللي موجوده عندي هنا دي. طيب علشان نبدا نضيف السبورت لوبس دي، تعالى ناخد الموديل بتاعنا ده بسلاش كده علشان نبقى شايفينه كله بشكل كامل. وممكن اروح للفيرتكس سيلكشن مود وابدا ان انا امسك الفيرتيس بتاعي كنترول بلس كنترول بلس، وانا هعمل الى حد ما بنفس الطريقه بتاعه الانست. هبدا ان انا اضيف السبورت لوبس بتاعي في الاجزاء دي. ممكن ادوس الت وابدا ان انا امسك الفيسز دي بالشكل ده كده، تمام. وهبدا ان انا اضيف معاها الفيسز اللي موجوده هنا بالشكل ده. وممكن ابدا ان انا امسك الفيسز دي كمان بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو بدات ان انا اعمل انست هبدا ان انا ادوس اي واقول له الانست ده 0.85، او ممكن طبعا نقلله شويه لو احتاجنا. تعالى كده نشوف التاثير بالسب ديفيجن سيرفيس. هتلاقي الدنيا عندك كده الى حد ما يعني بقت مظبوطه. تعالى نلغي السب ديفيجن سيرفيس دلوقتي. طبعا انا عندي مشاكل جوه هنا بسبب الانجونز اللي موجوده دي. ممكن نعالج المشاكل دي بكذا طريقه. اول حاجه انا عايز ابدا ان انا اقول له مثلا كنترول ار وعايز احط كات او ايدج لوب هنا بالشكل ده. ولكن ممكن ابدا ان انا امسك الايدجات اللي هنا دي، امسك الايدج دي واقول له اكس ديزولف ايدجز بالشكل ده كده. وممكن امسك كل الكلام ده وابدا ان انا اقول له جي واي جي اكس سوري، وهقول له بي علشان افعل البيز بوينت سنابنج، وسناب الفيرتكس دي للفيرتكس دي هنا، واروح للفيرتكس سelection مود وابدا ان انا اعمل جوين بالشكل ده هنا. نفس الكلام هبدا ان انا ادوس كنترول ار وابدا ان انا اضيف ايدج لوب هنا، وهروح للايدجات وهمسك الايدج دي اكس ديزولف ايدجز، وهبدا امسك الايدج لوب دي جي اكس بي عشان افعل البيس بوينت سنابنج، واسناب الفيرتكس دي للفيرتكس اللي عندي هنا دي، وهروح للفيرتسيز وابدا ان انا اعمل جوين للفيرتسيز دول. بعد كده هبدا ان انا امسك الفيرتكس دي شيفت وامسك الفيرتكس دي وادوس جي. طبعا هو دلوقتي انا عندي مشكله. علشان المشكله دي اعالجها انا ممكن ابدا ان انا ادوس كنترول ار وابدا ان انا اضيف لوب كات هنا كده. يعني ابدا ان انا ارفعها لفوق كده شويه حاجه بالشكل ده، وهمسك دول واعمل جوين. همسك الناحيه الثانيه واعمل جوين. فانا كده الفيسز بتاعي بقت مربعات، ما عادش عندي مشاكل. لو بدات ان انا اشوف السب ديفيجن سيرفيس هتلاقي الدنيا عندك بقت ايه، بقت الطف شويه يعني. طيب طبعا احنا دلوقتي لسه في سبورت لوبس تانيين محتاجينهم. احنا محتاجين نعمل سبورت لوب من جوه هنا، فممكن اعملها بنفس الطريقه. ممكن اروح للفيس سيلكشن مود وابدا ان انا امسك الفيس ده كنترول وابدا ان انا اطلع لفوق كده، وابدا ان انا امسك الفيسز اللي عندي هنا دي بالشكل ده كده.
وممكن ابدا ان انا اقول له اعمل لي انست. بس تعال نفعل السب ديفيجن سيرفيس موديفاير عشان نشوف الانست ده واحنا بنعمله ايه اللي هيحصل. هبدا ان انا اقول له اي وابدا ان انا اعمل الانست بتاعي بالشكل ده كده. ممكن الغي السب ديفيجن سيرفيس موديفاير وابدا ان انا اخلي الانست بتاعي ده 0.85 مثلا، حاجه كده ممكن تكون مناسبه. تعال نفعل السب ديفيجن سيرفيس، هتلاقي ان الدنيا عندك دلوقتي بقت جميله وكل حاجه عندك مظبوطه بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده كده. تعالى كده نخرج او نقفل تاثير السب ديفيجن سيرفيس، نشوف لو كنا محتاجين نضيف حاجه تاني. يعني انا مش عارف لو بدات ان انا اضيف سبورت لوب هنا، السبورت لوب دي هتبقى ماشيه ازاي. يعني لو فعلت السب ديفيجن سيرفيس كنترول زد كنترول شيفت زد، اعتقد ان احنا ممكن نضيفها وهتبقى سبورت لوب واحده هتكون كفايه يعني. طبعا الموديل بتاعنا ما فيهوش اي مشاكل، حتى الجزء اللي هنا اللي هو فيه التراينجلز ده ما فيهوش مشاكل بسبب السبورت لوبس او الانست اللي احنا عملناها هنا. فانا ما عنديش فيه مشاكل بالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده. كل حاجه عندي الشيدنج مظبوط وكل حاجه عندي مظبوطه. يعني بالشكل ده يبقى اول جزء في الموديل بتاع المايك بتاعنا خلص، وانا هوقف الفيديو ده على كده. طبعا انت عندك مشاكل زي دي انت ممكن تبدا تعالجها عن طريق ان انت يعني ممكن نروح للفيرتسيز، وممكن ابدا ان انا اقول له اعمل لي جوين للفيرتسيز دي. يعني لو انت عايز تعمل حاجه زي كده، لو بدات ان انت تفعل السب ديفيجن سيرفيس، يعني هي مش هتفرق في الشيدنج لان هو كده كده ده الفيس ده ستريت فما عندكش فيه مشاكل. بس تعالى برضو نبدا ان احنا نعمل الكلام ده من تحت هنا. هبدا ان انا اقول له جي هنا وهبدا ان انا اقول له جي هنا. طبعا ماشي، انا كل حاجه عندي كده تعتبر مظبوطه. طبعا لو انت عايز الجزء ده يبقى حاد انت ممكن تبدا ان انت تضيف سبورت لوبس هنا. بس انا المايك ده قلت لك هو اللي انا بسجل بيه، وهو كده تقريبا هو كده في الواقع الدنيا دي عندي هنا سموث كده. يبقى اول جزء في الموديلنج بتاعنا خلص، ولحد ما الدنيا عندي جميله. هنبدا نكمل الموديلنج في الفيديوهات الجايه. اشوفكم هناك، سلام.